اهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة، وتاني مراجعة من برنامج في الكادر لتاني افلام موسم عيد الفطر 2026. فيلم ايجي بيست من الافلام اللي انا كنت متحمس ليها بقوة قبل ما اتابعه، لانه فيلم من الافلام اللي ليها طبيعة خاصة، ويمكن كتير من الاجيال الجديدة مواليد الالفينات وما بعدها عارفين كويس جدا قصة الفيلم من قبل ما يدخلوا دور العرض يتفرجوا عليه. قصة الفيلم بتتكلم باختصار عن شركة صغيرة أو شركة كبيرة أو فكرة طموحة جدا لتجميع الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية القديمة والحديثة في موقع واحد، عن طريق مجموعة من الشباب اللي كانوا في الأول بيشتغلوا في نت كافيه أو في سايبر أو في أماكن فيها كمبيوتر وإنترنت، وكانوا مهمتهم إن هم بيجمعوا الأفلام على حسب طلب الجمهور على فلاشات ويبدأوا يبيعوها ليهم ويكسبوا منها. وبعد شوية بيجي لهم فكرة ان هم ممكن يعملوا موقع او مكان كبير زي محل كبير كده على الانترنت، او زي نوادي الفيديو بس على الانترنت، يقدروا من خلاله يجمعوا كل الماتيريال من افلام ومسلسلات عربية واجنبية جديدة وقديمة ونوادر ونسخ يمكن ما فيش منها انواع او اعداد كبيرة، ويجمعوا كل ده ويرفعوه باعلى جودة على موقع. ومن خلال عدد التحميل او المتابعات على الموقع ده والاعلانات اللي بتيجي على الموقع يقدروا يكسبوا كم كبير جدا من الفلوس. احمد مالك من الممثلين المحترفين والشاطرين بالنسبة لي، كان في مسلسل سوا سوا في رمضان مش افضل حاجة، كان يعني نسخة تانية من شخصية ولاد الشمس في مسلسل رمضان اللي قبله، ولكن بالنسبة لي كان تجربة قوية في فيلم ايجي بيست. فكرة الشاب الطموح اللي حابب ان هو يغير طول الوقت ويطور طول الوقت، وبيدور على فكرة تجيب له فلوس او يكسب منها وعن طريقها يكون من الاغنياء. شخص بيحب امه جدا وبيخاف عليها وهي طول الوقت في مرضها، وبيحاول ان هو يرفع عنها، وبيحب السينما عن طريقها لان هي حببته في السينما وفي متابعة الافلام. ويمكن ده كان نواة الفكرة ان هو يدور على طريقة يجيب منها فلوس عن طريق الافلام وتجميع الافلام ورفعها على الانترنت، والمكسب من عدد التحميلات والمشاهدات والمتابعين والاعلانات اللي بتيجي على المواقع او الموقع الخاص بيه ايجي بيست. كمان كان معاه مجموعة من الممثلين المجتهدين جدا كلهم. وبس الفكرة في الفيلم ان هو بيحكي كوميديا سودا، هو فيلم كوميدي ولكن كوميديا سودا، ما فيهوش كوميديا كتير او ما فيهوش الكوميديا اللي ممكن تضحكك زي افلام تانية، مثلا زي فيلم برشامة لهشام ماجد ومصطفى غريب وريهام عبد الغفور وعارفة عبد الرسول. لكن هتلاقي فيه نوع من انواع الكوميديا السودا اللي بتعرض لك بالنسبة لي أنا باختصار، لو حبينا نختصر الفيلم في كلمة واحدة، فكرة ضحايا حقوق الملكية. لأن الفيلم أو الفكرة نفسها كانت ممكن تكون ستارت اب أو فكرة شركة قوية جدا على مستوى مصر والعالم العربي، إلا أنهم وقعوا في فخ حقوق الملكية وما قدروش أن هم يساووا المشكلة دي في بدايتها، فتفاقم الموضوع وكانوا قصاد تهمة بالقرصنة أو تهريب الأفلام وعرضها بشكل غير قانوني أو غير جيد او غير رسمي بشكل ما، وعرضهم للمساءلة القانونية في نهاية الفيلم. الفيلم رتمه سريع، بيوريك الحدوتة كلها من غير ملل، بيوريك الخطوات بتاعتهم سلم سلم كأن حد بينشئ شركة من البداية، بيوريك التحديات اللي حصلت لهم، ازاي يقدروا يجمعوا كل الماتيريالز او الافلام والمسلسلات ويقدروا يجيبوها ازاي يقدروا يعملوا موقع، ازاي يقدروا ينشروا الموقع ويشهروه ويقدروا يعملوا عنه اعلانات باشكال كتير. الطفل الصغير اللي قام بدور المبرمج اللي ساعدهم في عمل الموقع برضو من الاطفال الاقوياء جدا، وكان ماسك الشخصية بتاعته كويس جدا. ميشيل ميلاد كان دوره جيد، ولكن ما تقدرش تقارنه بدوره في فيلم برشامة. دوره في فيلم برشامة كان افضل كتير، بالنسبة لي ما كانش افضل حاجة. الفيلم اداك جرعة كاملة من الأحزان أو من المشاركة الوجدانية مع أبطال الفيلم. شفت انتصاراتهم والفلوس الكتير اللي جمعوها، شفت انكساراتهم وهم قدام جهات التحقيق بتهمة القرصنة وتهريب أو عرض أفلام بشكل غير قانوني أو غير رسمي وعدم مراعاة حقوق الملكية الفكرية. في رأيي إنه من الأفلام القوية ومناسب لموسم العيد لو انت حابب تتفرج على قصة وثائقية اكتر من انها فيلم كوميدي بيعرض فكرة ضحايا للملكية الفكرية. تقريبا مفيش نقط ضعف للفيلم، لان الفيلم كان رتمه سريع، وكان واضح من البداية انه فيلم وثائقي اكتر او فيلم توثيق لمشكلة او حاجة معينة حصلت في فترة من الفترات من خلال حوالي 10 سنين او اكتر.
وفي نهاية الفيلم مكتوب إن فكرة الأفلام المقرصنة أو مواقع الأفلام المقرصنة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وإن هي موجودة وإن الحرب مستمرة على هذه الأنواع من المواقع. فبيوريك إن المعركة مستمرة، وبيوريك نوع من أنواع الكوميديا السوداء لناس بتحاول إن هي تعمل شكل معين لشركة ولكن ما بتراعيش حقوق الملكية فبتقع في هذا الفخ. تقييم الفيلم 6.5 من 10، ومن الأفلام الجميلة اللي تقدر تتفرج عليها ولكن ما فيهوش الكوميديا اللي انت ممكن تتوقعها. شكرا ليكم، واستنونا ومراجعات جامدة جدا في برنامج في الكادر. كل سنة وانتم طيبين.